وللإضاءة على هذا الموضوع معي من برلين الصحفي المختص بالشأن الألماني عبد الرحمن عمار. أهلا بك عمار، كيف كانت الاستجابة لدعوة النقابات العمالية بالتظاهر اليوم؟ بداية تهاني. الإضراب دعت إليه العديد من النقابات، أبرزها نقابة EVG وتمثل أكثر من 230 ألف عامل ومستخدم في قطاع النقل، السكك الحديدية والحافلات، وأيضا نقابة فيردي التي ينتمي إليها حوالي 2.5 مليون مستخدم في قطاعات النقل البري والبحري والجوي. الاستجابة كانت كبيرة جدا، إذ أن شللا كبيرا سجل في مختلف وسائل النقل، وأجبر الكثيرون على البقاء في بيوتهم. غالبية المطارات باستثناء مطار برلين ألغيت فيها مئات الرحلات، والتأثير سيتواصل غدا، إذ أن سيكون هناك طوابير انتظار الذين ألغيت رحلاتهم اليوم. بعض الولايات استبقت الإضراب وسمحت أمس بشكل استثنائي للشاحنات باستخدام الطرق السيارة لنقل البضائع. كل ذلك يأتي لممارسة ضغط أكبر من طرف النقابات لرفع الأجور بسبب التضخم وغلاء الأسعار. كان هناك نقاشات ومباحثات طويلة بين النقابات وأرباب العمل، ما حيثيات نقاط الخلاف؟ نعم تهاني، رئيس نقابة فيردي وصف إضراب اليوم بأنه مسألة حياة أو موت. لنبدأ بالنقابة الأولى EVG، فهي تطالب برفع أجور بحوالي 12.5%، يعني 600 يورو في الشهر. أما فيردي فتطالب برفع الأجور بنسبة 10%، 500 يورو في الشهر. بالنسبة للمشغلين مستعدون لتقديم 5% كنسبة رفع الأجور، ودفعة تتراوح بين 2000 و 2500 يورو كدفعة واحدة، وهو ما ترفضه النقابات. ورقة ضغط لدى النقابات هي الحاجة إلى اليد العاملة في هذه القطاعات، ونفسها الطويل تراهن عليه من أجل إجبار المشغلين للاستجابة لمطالبهم، وأيضا لرغبة المشغلين والاقتصاد والحكومة لتفادي خسائر اقتصادية في كل يوم إضراب. شكرا جزيلا لك من برلين الصحفي المختص بالشأن الألماني عبد الرحمن عمار.